على نقاشنا احتجاج البعض على أن تخوض سما المصري الانتخابات. انا شايف بس ان احنا يعني الحوار كله كأن سما دخلت الانتخابات ونجحت خلاص واحنا بنعترض، يعني احنا مش سايبين فرصه للناس. انا حاطط امل كبير قوي على الشعب وعلى الناس اللي هتختار تعرف تختار كويس. انما بالنسبه لسما يعني في بعض الاعتراضات عليها وهي اللي حطت نفسها في كده. يعني انا كنت المفروض هكتب لها اغاني، سما جريئه شويه وطلبت مني يعني بعض الكلمات اللي انا ما اقدرش اكتبها. انا بكتب اغاني لشعبان عبد الرحيم وبكتب للناس الثانيه، فهي يعني سما جريئه شويه وعندها خفه دم. يعني انت قلت لها انا ما شوفي بقى، هو بقول لا صحيح اسلام انا وهو قعدنا وانا بحبه جدا. طب هو بيقول لك ما اقدرش اكتب الكلام اللي انت عايزاه. لا انا هقول لك، بس انا الكلام الاباحي اللي انت عايزاه. قلت لها اوفر يا سما، انا ما اقدرش يعني انت يعني عايزه الموضوع هو اسلام زياده شويه. وانا بنتقد زي حضرتك ما انت عارف، بنتقد في الاغاني بتاعتي مواقف سياسيه وسياسيين ودول. لا ما بتشتمش. لا حصل. لا انا تشتم قطر بس. لا قطر والبرادع. لا انا فعلا قعدت مع اسلام واسرائيل. انا فعلا قعدت مع اسلام يعني انا بحبه وعارف يعني، وفعلا اتفقنا نعمل اغنيه. هو عمل اغنيه قلت له ايه رايك اسلام نحط افيهات كذا كذا، قال لي لا يا سما مش هقدر احط الافيهات دي. الحقيقه دي حقيقه يعني مش سكتي. دي مش سكته. وانت بقى اضطريتي في اخر الحلقه ان ما تقدميه. لا انا فخوره باي حاجه قلتها لو سمحت. هو الراجل بيقول لك ما يقدرش يكتب اللي حضرتك ايوه كل واحد حر يا سيدي، كل واحد حر كل واحد حر. هو مش عايز يكتب ده، هو حر. أيوة الحريه شيء. أيوة. احنا بنناقش الكلمات اللي هو الاستاذ رفض يحطها. ايوه هو حر باي حاجه. اعترفت. ايوه في ناس ثانيه ممكن تقبل. هو يرى من وجهه نظر انها كلمات وفي ناس ثانيه